السلام عليكم احلى متابعين. النهارده جالنا كده نفحه من الصعيد، جبنه قديمه. وجبنه الصعيد بتبقى وعره قوي زي ما الصعايده بيقولوا، وعره يعني شديده قوي وحاميه، فيعني احنا من الصعايده فمش هنقدر على كل العفيان بتاع الجبنه دي. فهنعمل لها احلى خلطه كده واحلى صوص، تبقى هاديه وجميله وفي نفس الوقت فلافي، وناكل احلى جبنه قديمه النهارده. خيار وطماطم، وهبتدي بقى اقطع الخيار والطماطم. وعايزين برضو مش معنى خيار وطماطم بس، لا، هنعمل احلى صوص للجبنه دي، بس بعد ما نقطع الخيار والطماطم دول ونشطفهم شطفه كويسه ونعمل لها صوص كده محترم عشان ناكل الجبنه الوعره بتاعت الصعيد دي. قطعت بقى زي ما انتم شايفين كده الطماطم مع الخيار قطع صغيره كده، تمام، وقلبتهم. بس عملت بوله كبيره بقى عشان اعرف اتعامل مع الجبنه القديمه دي. الناس اللي هم الصعايده دول يعني اللهم صل على النبي، التخفيل بتاعهم معتق. واحده صديقه كده عزيزه جابت لي الجبنه دي من الصعيد، فهي كانت عجبتني وخدتها منها، تمام. فانا حبيت برضو اشارككم اللحظه واوريكم كده القطع الجبنه، بس ده كتير قوي، مش مشكله بقى، هنتعامل. ابتدي كده اقطع معايا الجبنه دي. طبعا هي ناشفه قوي، مش ناشفه يعني قاسيه شويه، فبروح مقطعه كده بالسكينه معايا، لان ده برضو لسه يعني مش حاميه قوي، برضو حلوه، برضو حلوه وفلافي معايا. وابتدي بقى اقلب الجبنه القديمه والقطع كده مع الطماطم في بوله عشان اخد راحتي. فرحت عاملاها بوله، ورحت جايبه كده بقى معلقه زيت زيتون. حلو، زيت زيتون ده بيدي قيمه غذائيه عاليه قوي 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 في الاكل، فيا ريتكم تتعاملوا يعني يعني في ايطاليا على فكره بيستعملوا زيت الزيتون ده على طول، تمام. وجبت بقى طحينه، كيس طحينه كده سايبه، انا بعتمد السايبه دي على فكره، واهو هنزل بالطحينه كده عليها علشان ادي احلى تقليبه لاحلى طبق جبنه قديمه. وبس كده خلاص. قبل ما تخلصوا فنجان القهوه ولا فنجان الشاي يكون الفيديو خلص وتمام التمام. وقلبت الصوص كده، الجبنه القديمه مع زيت الزيتون مع الطحينه، عملت لي احلى صوص كده واحلى اكل تاكليها، سطر عيش كده وتاكلي جنب اي بقى بطاطس وحاجات، وتمام التمام. نغرب بقى ونفرجكم على احلى طبق جبنه قديمه. كان فيديو النهارده عن احلى توضيبه كده لطبق جبنه قديمه تاكليه جنب سطر عيش كده يفتح نفسك، جنب بطاطس محمره، جنب اي حاجه بقى. شوفي بقى انت تتعاملي، واهم حاجه العيش. يلا قبل ما تخلصوا فنجان قهوه تكونوا خلصت الفيديو، مش هياخد مني وقت، بس حبيت اعرفكم يعني ازاي توضبي الجبنه القديمه بالطريقه دي. لو عجبك الفيديو، ولو حابه تحطي عليها شطه حامي، في ناس عشاق السبايسي، انا بحبها هاديه كده، هي كفايه انها من الصعيد. لو عجبك الفيديو سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. احلى جبنه قديمه تاكليها النهارده ووضبناها على كيفكم. سلام عليكم.